حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. هنعمل مع بعض النهارده مكرونه بالصدق جميله جدا 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 وهتعجبكم، وليها قيمه غذائيه تحفه لان هيكون فيها فلفل الوان وفيها بصل وفيها صدق وفيها كده كام مكون كده ليهم قيمه غذائيه. وعندنا مكون بقى تحفه تحفه، المكون ده هيعلي القيمه الغذائيه بتاعه الخضار وهيخلي جسمنا يمتص الحديد اللي موجود في الخضار وفي الصدق والحاجات دي كلها بسهوله جدا. يعني مفيد لاطفالنا ومفيد للناس اللي هم عندهم ايه، نسبه الهيموجلوبين اللي هو الانيميا يعني قليله، هيرفع منها جدا. فهنعمل مع بعض المكرونه بتاعتنا ونروح نشوف مقاديرنا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس حبايب قلبي يعني رجاء اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وفعلوا لي الجرس كده عشان تدعموا قناتي وقناتي دي تكبر توصل لاكبر عدد وتكبر بيكم ان شاء الله، ونكون كده عيله مع بعض. عيله ان انا كل حاجه بنعملها في بيتي حابه نصورها لكم عشان توصل لكم، لان انتوا زي اخواتي واهلي وحبايبي، فانا حابه نوصل لكم كل حاجه موجوده عندي، اي معلومه موجوده عندي حابه نوصلها لكم. فدلوقتي هنروح مع بعض كده ونشوف مقاديرنا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. هنعمل مع بعض النهارده مكرونه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله يعني، وكمان لها قيمه غذائيه تحفه يعني كمان لاطفالنا الحلوين. عندي هنا المكرونه اللي هي القوقعه او باي نوع، على فكره في يونكا قوقعه بنه اللي هي القلم، اي نوع مكرونه صغيره اي حاجه. عندي هنا صدق، عندي بصل، عندي فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وعندي قرن فلفل حراق ده حسب الرغبه، وعندي معلقه صلصه، وعندي ده طماطم مبشوره طماطمتين كبار. عندك الطماطم صغيره 3 مفيش مشكله يعني زي ما انت عايزه. الصدق بتاعي ممكن تقطعيه، ممكن تقطعيه كده، ولو حابه تحطيه سليم الواحد كده بحاله كده مفيش مشكله، بس انا برضو هقطع ده كده، بس انا حابه اوريكم يعني. عندي هنا طبعا احنا قلنا كل الالوان ما تكون كتير في الاكله بيكون لها قيمه غذائيه جميله، فاحنا الالوان بتاعتنا شايفين ما شاء الله تحفه وجميله جدا جدا. دي حاجه مفيده لاولادنا، بدل ما تعملي المكرونه كده لا دخلي فيها فلفل الوان. على فكره ممكن الاكله دي تعمليها من غير ولا صدق ولا اي حاجه خالص، تعمليها المكرونه بفلفل الوان بتبقى تحفه جدا. وممكن برضو تبدلي الصدق بفراخ او بلحمه عادي او بلحمه مفرومه برضو مفيش مشكله خالص، الموجود عندك يعني ما تصعبهاش على نفسك. كل الفكره ان احنا عايزين الحاجه يكون لها قيمه غذائيه بس. وبعدين المكرونه دي مش هتاخد معانا يعني بكتير وخالص، مش هتكمل 10 دقايق. انا حاطه حله على النار هنسلق فيها المكرونه بتاعتي، والمكرونه بتتسلق هنعمل برضو ايه الصدق بالخضار، هنشوف مع بعض كده نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي هنا برضو حاجة جميلة جدا هنكلمكم عنها. المكرونة دي انا هنحط لها معلقة من عصير الليمون. طبعا هو الليمون مش هيبان في المكرونة، بس برضو الليمون ده فايدته ايه؟ طبعا احنا عارفين كل الخضار بتاعنا ده ليه ايه، ليه قيمة غذائية وفي حديد. طبعا الليمون ده برضو من ضمن الحاجات هتدخل تعمل العنصر اللي هو بيخلي جسمك يمتص ايه، الحديد. وفي نفس الوقت بتخلي المكرونة بتوديكي في مكان تاني خالص ولها طعم جميل. يبقى هنا عندي دي معلقه من الليمون، بس طبعا مش هنحطها دلوقتي، احنا هنمشي الخطوات بالترتيب، في حاجه ما ينفعش تتحط قبل حاجه. لان زي ده طبعا انا بنتكلم معاكم دايما ونقول لكم الاكل ده كيمياء. يعني ايه كيمياء؟ يعني حاجه تحطيها عشان بعد حاجه عشان تتفاعل مع بعضها ويكون لها قيمه غذائيه كويسه. طبعا ايه، هناخد المكرونه والخضار بتاعنا ونروح على البوتاجاز دلوقتي كده. تحتيها هتغلي لسه، هننزل في ايه بمعلقتين من الملح كده، معلقتين طبعا صغيرين من الملح، وهننزل بالزيت كده معلقتين برضو من الزيت. وعندي هنا طاسه اي حاجه جريل حله اي حاجه على النار كده تحطيها شويه زيت كده. الزيت خلصت هنحط كمان شويه كده بس كده كده ايه، نسيب الزيت بتاعي يسخن شويه كده، عايزاه يسخن. الميه لازم تكون بتغلي كده، ما ينفعش تحطيها وهي لسه بادئه تغلي، لان لو حطيتها وبادئه تغلي المكرونه هتنزل هتوقف الغليان بتاع الميه. لا انا عايزه الميه تكون بتغلي كده عشان المكرونه تستوي معاكي كويس وما تكونش معجنه. هننزل بقى بالمكرونه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، نديها تقليبه طبعا كده
كده. وبعدين نعمل ايه، نحط المعلقه بتاعتي كده، المعلقه لو خشب مش خشب خلاص. الفكره ان انا عايزه نخلي الغطا متوارب كده عشان ما تفورش مني. عندي الزيت خلاص سخن جامد اهو ما شاء الله يعني. هننزل اول حاجه بالصدق بتاعي او السجق زي ما تقولوا يعني اهو كده. الفكره يا حبايبي الصدق انا عايزاه ياخد صدمه، عايزاه ياخد ايه صدمه. انا ما حطيتش البصل الاول ليه، ما حطيتش الصدق عشان الصدق عايزاه ياخد صدمه كده عشان ما ننزلش العصاره اللي فيه. نديله صدمه كده، تشويحه كده في الزيت وهو سخن. اخد صدمه معايا، ننزل بالبصل بتاعي. بصل يا حبايبي حابين تقطعوا البصل مكعبات مفيش مشكله، حابين تقطعوا برضه الفلفل مكعبات مفيش مشكله خالص. كده ندي تشويحه للبصل مع السجق. تشويحه واحده بس كده. بعد كده الفلفل بتاعي، فلفل الالوان. شايفين الالوان الجميله دي تحفه. كل الالوان ما كانت لسه شايفين كده جميله بتكون قيمه الاكله بتاعتنا مفيده جدا اهو. عندي الفلفل ده بقى اللي حابب الحراق، حابب مش حلو خلاص نقطع منه بس حتتين كده. طبعا انا اولادي ما بيحبوش الحراق بس هنقطع حتتين كده يدوا للاكل طعم يعني. ونقلب بقى الخضار بتاعنا. طبعا برضو عيني على المكرونه اهي، عينك عليها كده وتقلبيها. طبعا تهدي عليها النار مجرد ما تغلي كده يعني، مش تهدي خالص بس تستوي براحتها. تخليكي كده وانتي واقفه متفرجه للاكله كده، تكوني مخلصه كل حاجه ومتفرجه، والغطا يكون وارد كده اهو. بصوا المكرونه بتتسلق وانا خلصت الاكله خلاص. نقلب بقى كله مع بعض كده ونخليه ياخد تشويحه. الريحه طالعه تحفه تحفه وروعه. كمان ممكن الصدق ده كده بالشكل ده ممكن يكون وجبه بس من غير مكرونه ولا حاجه. حابه تعمليه سندوتشات، حابه تغمسيه برده كده بالعيش، تعملي كده ودن القطه كده وتاكلي بيه كده بيبقى جميل جدا. عندي هنا حته توميه فرزاها اهي، طلعيها كده. هي اصلا مفرومه يعني بس انا ايه عشان هي مفرزه بقطعها كده تدي معانا ريحه للمكرونه بتخليها جميله جدا. هو الصدق ما شاء الله مش محتاج يعني بس برضو دي بتعلي التست اكتر يعني. ريحه روعه. اكله مش هتاخد معانا اكتر من 10 دقايق. هننزل بمعلقه الصلصه بتاعتي كده من الجنب كده، تزوديها كده. بعد كده تقلبيها تاخد تشويحه مع الخضار بتاعك الجميل ابو ريحه جميله ده مشهي تحفه، حاجه كده تبهر. كده انا اديت الصلصه تشويحه عشان الماده الحافظه اللي فيها. بعد كده هننزل بالطماطم بتاعتي اللي انا بشراها او مقطعاها مفيش مشكله خالص زي ما تحبي يعني. ما نصعبش الحاجه على نفسنا، كل حاجه سهله. اظن بقى بصوا مفيش احلى من كده. انا ريحه شماها روعه 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 واكتر من روعه كمان. مفيش اكله برضو اسهل من كده. ندخل كله مع بعضه كده. طبعا انا لسه ولا حطيت ملح ولا حطيت بهارات ولا اي حاجه خالص.
نقلب كله وندخل كله في بعضه ونسيبه كده يتسبك مع بعضه شويه. معلقه ملح كده، معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، معلقه من الفلفل الاسود كده. طبعا هو النكهه بتاعت الصدق نفسها ما شاء الله جميله، يعني مش محتاج حاجه تانية معاها. حابه تزودي اي بهارات تانية براحتك خالص، بس انا شايفه يعني ان النكهه بتاعت الصدق ما شاء الله جميله. هنضيف دلوقتي بقى ايه معلقه عصير الليمون، دي اللي هتخلي لنا الاكله جميله جدا. دي تخلي لنا بقى الاكله قيمه غذائيه وتخلي جسمنا يمتص الحديد اللي فيها، وفي نفس الوقت هتخلي لنا الاكله جميله جدا. هتوديكي بقى وانت بتاكلي كده تمزمزي كده في الاكل بقى وتستطعميه كده وتلاقي نفسك مكرونه طعمها تحفه. طبعا المكرونه بتاعتي اللي هي بتتسلق خلاص كده انا هصفيها، نسيب ده برده يتسبك مع نفسه شويه كده، يستوي مع نفسه وياخد ويدي مع نفسه كده. المكرونه بتاعتي خلاص اهي اتسلقت كده تمام، جميله جدا. هناخدها بقى ونصفيها. كده قلتها جميل جدا اهو. ممكن تاكليه كده زي ما انا قلت من غير ما تضيفي عليه اي حاجه، تغمسي بيه تعمليه سندوتش برده جميل جدا جدا، سندوتشات كده يبقى جميل. تغمسي تحطيه على المكرونه برده تحفه. بصراحه الصدوق جميل جدا جدا، الجزار ده الله يبارك له بيعمله جميل 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 وتحفه. يعني الواحد لما يكون جزار كده وعنده امانه الواحد يشكر فيه بصراحه. يعني كده انا صفيت المكرونه بتاعتي لسه اهي بالبخار بتاعها، شايفين اهي، ولا غسلتها ولا اي حاجه. لو انت هتعملي على طول كده بنفس الطريقه زي شايفين البخار لسه طالع منها. طبعا كميه المكرونه ما شاء الله كتيره، ده كيلو مكرونه ونص صدق. فانا هنعمل ايه، مش هينفع يتحط هنا، فانا هنضيف كل الخلطه بتاعتي دي هنا كده. ندخل البوتاجاز الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تحفه جميله جدا. المكرونه طبعا انا صفيتها وما شطفتهاش ولا حاجه. هناخد بقى شويه مكرونه كده، بصراحه انا ايه بستخسر الحاجات الجميله دي التحفه دي. كده مسحت من الفانيلا كده اهو. وبعد كده نقلب كل الحاجات دي على بعضها كده. بقى المكرونه بتاعتي شايفين شكلها جميل ازاي. هنغرفها كده معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى شويه مكرونه كده نغرف في الحله كده اهو. جميل، مفيش احلى من كده. احلى طبق مكرونه اهو في 10 دقايق ما شاء الله، جميل جدا تحفه. حاجه كده ما شاء الله جميله. شايفين الفلفل الالوان معانا والصدق، المكرونه شايفين لسه سخنه ما شاء الله جميله. جربوها كده والريحه بتاعتها طالعه جميله جدا. مستنيه بقى منكم لايك وتعليق كده وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل حاجه جديده تنزل لكم وتوصل لاكبر عدد يا حبايب قلبي. وتجربوا كده طريقتي وان شاء الله بالف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.